انا جرفت منك ومن شكلك، ما اشوفكيش هنا تاني. قول يا شيخه في داهيه، داهيه تاخدك. لو عندك دم ولا كرامه ما اشوفكيش هنا تاني. روح يا شيخه في داهيه، المركب اللي تودي يا شيخ الى ما اشوف وشك تاني ولا ترجعي هنا تاني خالص. حماده، ايه ياما في ايه؟ يا ابني صوت عالي، اخوك عالي جو، هو مراته ده اللي بتخانقوا يا ابني. بتخانق مع مراته؟ ما انت عارفه ايه الجديد يعني ياما؟ ايه المشكله؟ هو احنا ياما الغلبانه ينفع؟ احنا عيله ما ينفعش يعيش فينا واحده غلبانه. اقسم بالله الغلبان والمحترم بتدوله على دماغه. لا اله الا الله. امال ايه طيب يا ابني؟ وبعدين رمالها شنطه هدوم على السلم يا ابني طردها ورمى لها شنطه الصدق. بالله لو مشيت هي الكسبانه. ويا شيخه والقران شافت وش ربنا احسن من وش ابنك. ابنك ما اتعشرش. طب قوم هاتها يا ابني والنبي. ايه المطلوب؟ اروح اجيبها يعني؟ حاضر يا رب يخليك يا ابني. قوم يا حبيبي. ايوه. ايه يا حماد؟ عايز اقسم بالله العزبه كلها اتفرجت عليك النهارده. العزبه كلها واقفه تحت البيت، الشارع كله واقف تحت البيت، البلد كلها يا اسطى. الواد اسامه صاحبي واقف في وسط الناس بيقول لي اطلع يا عم شوف اخوك الكبير ماله، هو انهبل ولا ايه؟ البلد كلها اتفرجت على مراتك يا اسطى. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حماده؟ انت نبلت في عقلك ولا ايه؟ امال ايه؟ مش اسامه مين؟ امال عامل مشاكل ليه؟ ما كل البيوت فيها مشاكل يا عم ومقفوله. هو انت بتكبر ولا بتصغر؟ ما هو مش هينفع. عادي يا عم، مراتي بص ضربتها وغضبتها تغرف داهيه يا عم. يا عم معلش، بقول لك ايه، قدر ما حصلش خلاص بقى، داخل عليك عيد كل سنه وانت طيب. بقول لك انا هجري بسرعه كده وراها هجيبها يا اسطى. تجري فين يا اسطى؟ تحصل لك حاجه في عقلك ولا ايه؟ ما تروحش وراها ولا تنزل. عارف انت لو نزلت كده ورحت وراها ولا حاجه وجبتها هضربها من غير يمين اللي اضربها ومن غير يمين اللي اضربك انت كمان. ماشي بس خلاص ما تفسرش. انا فهمت. انت شفتها مع حد ورا النيش؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى ما حصلش يا عم. طالما ما حصلش ما يبقى الدنيا تمام، ما الباقي كله صغير. ما تمشي يا ابو يوسف في ايه؟ ما تضحكش عليك الناس، البلد كلها اتفرجت علينا. معلش خلص اخذ الشيطان هجيبها. بقول لك يا اخويا فكك من الحوار ده خالص، فكك من الحوار ده خالص ومالكش دعوه بيه. ماشي؟ انا قلت لك انت لو جبتها هضربها واضربك انت كمان يا عم. لا يا عم، لا انا ولا راجل. انا مش راجل يا عم. هو ليه الضرب ده؟ انت اخويا. انا هطلع يا عم وقدر ما حصلش. يلا ماشي يا اخويا. قالت جيبها جات. حماد، ايه يا جبتها يا ابني؟ هجيب ايه يا ام حماده؟ يعني هجيب الدب من دلو؟ ابنك الكبير طلع مايل، الصغير هيطلع ايه استاذ؟ ما جبتهاش يا اما. هعمل ايه طيب؟ طب قوم يا ابني وراها كمان دور لما توصل بيت ابوها يا اما. على فكره يا اما بنت مرات ابنك بنت حلال وعايزه تعيش. كل ذنبها في الدنيا ان هي غلبانه وعايشه بالاصول. فانتوا عيله ظالمه لازم تدوسوها. مش ينفع معاكم غير السفل وقليل الادب. ابنك ظالم ماما وانت عارف. وبعدين ما تجلجيش. حتى لو وصلت بيت ابوها راجل تمام. ابوها راجل قاعد وسط رجاله، راجل معلم مش بمال باخد بنته. ده قبل يوم ما بتغضب اي حد بيروح من ريحه جوزها قوم يا بنت روحي يلا لبيت جوزك. دي الاصول. ابوها ياما اصيل انما ابنك مش اصيل. لا اله الا الله. طب يا ابني النبي عشان خاطر قوم كمان دور وراها يا ابني. ياما ما هي المشكله مش فيها. انا قلت لك هي ممكن تيجي. انا لو رحت دلوقتي هجيبها، ولو وصلت بيت ابوها هروح اجيبها. ابوها معلم بيفهم في الاصول. بس المشكله في ابنك. ابنك بيقول انت لو رحت جبتها وجيت انا هضربك وهضربها. اروح ولا ما اروحش يا عم؟ اروح ولا ما اروحش؟ بص هقول لك حاجه. مرات اخوك بنت ناس وانت عارف ان هي بتفهم في الاصول. هي وابوها طالعه من بيت عيله الدنيا تمام. اخوك ظالم وجي عليها غضبت ومشيت. تجري انت وراها تجيبها تصلح؟ انت واثق في اخوك ذكر في ظهرك هيكبر بيك؟ ولا تروح تجيبها يا اسطى فتطرد انت وهي من على الباب؟ انا اعمل ايه؟ مرات اخويا غضبانه عايز اعمل خير. ينفع اروح اجيبها من نفسي عادي من غير اخويا ما يقول لي روح؟ ولا لازم هو اللي يطلع لي يقول لي روح يا ابني هات مراتي؟ انتوا شايفين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.